شحاتة، لأن لا نشرك لاعب هو في السن 36 أو 37 لا لسبب لأنه لعب في المباراة الأولى وربما أدى ما عليه، رغم أنه لم يؤدي شيئا. السقة ليس سقة 98، سقة ليس سقة 96، اللاعب الذي كان يسجل أهداف والذي كان أيضا سجل هدفا عندما فازت مصر على الجزائر في القاهرة ب5 أهداف مقابل هدفين. الخضر بالريش قلناها، المنتخب الجزائري يتوفر على لاعبين الشباب. الآن ربما الضغط غادي يقوى لأن الانتظار يولي أكبر بالنسبة لمتتبعين ومحبي المنتخب الجزائري. هل كتظن أنت أن هذا المنتخب وهذا اللاعبين يقدروا يعني يقبلوا هذا الضغط ويتعاملوا معه خلال هذه السنة اللي كتفرقنا على المونديال؟ أظن بأن من السهل جدا لأنهم شباب وجاءتهم الفرصة، لا يخسرون شيئا. التقيتهم، يعني نزلت إلى الجزائر وحضرت الاحتفالات، حتى عندما تحدثوا إلى الرئيس وعندما تحدثوا أيضا للمسؤولين واللاعبين القدامى مثل مرزقان وبنشيخ وأيضا فرقاني، هؤلاء شباب لا يخافون شيء. قلت تكوين في مدارس أوروبية، وأنت تعرف والزملاء يعرفون جيدا أن اللاعب طبعا يخضع إلى تكوين ليس فقط كيف يلعب كرة القدم، وإنما أيضا كيف يتعامل مع مباريات كرة القدم، وأيضا كيف يحضر، كيف ينام، ماذا يأكل. هذا كان مفيدا جدا. هم الآن جلال يتمنون أن يلتقوا منتخب فرنسا. كل لاعب يلعب في دوري يتمنى أن يلتقي منتخب ذاك الدوري، هناك من يتمنى أن يلتقي منتخب فرنسا وكثيرون، لأن هؤلاء المغتربون يريدون أيضا الفوز على فرنسا، ويقولون بأن فرنسا لقمة سائغة، لأن المنتخب شاهدنا كيف تأهل لكن لم تكن هناك أحداث حول الهدف الذي سجله تيري أوري بيده. هناك من يلعب في ألمانيا يتمنى أن يلعب ضد ألمانيا، لكن في الأخير كاستنتاج المنتخب الجزائري المسيرة كانت مميزة، يستحق هذا التأهل عن جدارة واستحقاق. لماذا؟ لأنه لا ننسى بأنه خسر مباراة واحدة هنالك في القاهرة وفي الظروف التي يعرفها الخاص والعام. منتخب إسبانيا هو الوحيد الذي فاز بكل المباريات. هناك أمل كبير، لكن هناك أيضا عمل كبير ينتظر هذا المنتخب، وسعدان أيضا حتى أنه طلب اليوم مساندة وأيضا ربما بعض اللاعبين الآخرين، 3 لاعبين على الأقل، لدعم هذا المنتخب. المنتخب تنتظر أيضا مباريات كبيرة تحضيرية، لأن ليس هناك الانسجام الكبير، لم نشاهد منتخبا كبيرا مثلا، لكن هناك بعض الأمور تستطيع أن تبين لنا بأن هذا المنتخب لا زال ينتظر عمل، لكن يمكن أن يقدم مفاجآت كبيرة. وأنا شخصيا أتوقع بأنه سيذهب بعيدا أكبر ربما من منتخب 82. كآخر سؤال للزميل الأخضر بالريش من مدريد. الأخضر، في رأيك ماذا سيجلب هذا التأهل ديال المنتخب الجزائري لكرة القدم الجزائرية على العموم؟ واش كتظن يعني أن هذا المنتخب يمثل يعني كرة القدم وواقع كرة القدم في الجزائر؟ أبدا لا أشاطر هذا الرأي. لماذا؟ لأن قلنا في البداية جل اللاعبين هم مغتربون من فرنسا، وهاجروا من فرنسا إلى ألمانيا وحتى إلى إنجلترا. هناك من كان أيضا في اليونان. طبعا هنا مشكلة أخرى لأنهم لم يتأقلموا جيدا، لم يعطوا الفرصة كما ينبغي أيضا. لهذا السبب هناك هجرة عدة لاعبين وهم الآن في ألمانيا، عن طريق يحيى مثلا في بوخوم، وكذلك زياني، والقائمة طويلة. أظن أن لا ننسى بأن الكرة الجزائرية أيضا مريضة. الكرة الجزائرية، الدوري الجزائري مريض وضعيف أيضا، حتى وإن كان وفاق سطيف يفوز بالبطولات، لأن لا ننسى أبدا في إفريقيا أن جل اللاعبين الممتازين لا يلعبون في الدوريات الإفريقية، وإنما يلعبون في أوروبا. لهذا السبب الأندية العربية منها الجزائرية أيضا والمغربية والتونسية وأيضا المصرية تفوز بالبطولات الإفريقية للأندية. هذا ليس مقياسا. الكرة العربية في خطر، ناقوس الخطر دقة في كثير من الدول العربية. يجب أن لا ننسى بأننا لا نعمل، ليس هناك تخطيط بعيد المدى أو قريب المدى أو حتى متوسط المدى، أن هناك فقط في بعض الأحيان نذهب بعيدا ونتأهل لكأس العالم. أتمنى أن لا ينام المسؤولون الجزائريون والعرب ككل، ويبقى الهدف الكبير والشغل الشاغل هو التأهل إلى كأس العالم. لا، نريد أن نذهب إلى كأس العالم لكي نمثل العرب، لكي نمثل إفريقيا، لكي نلعب كرة قدم جميلة، أن لا ندافع، أن لا نكتفي بالهزائم البسيطة أو القليلة من حيث
الأهداف، وإنما يجب أن نفكر كيف نبعث دوري كبير، كيف أيضا نطبق الاحتراف في دولنا، كيف نقوم أيضا بالعمل القاعدي لدى الأندية، خاصة الأندية الكبيرة في المغرب العربي وكذلك أيضا في العالم العربي. يجب أن نفكر أيضا في المدربين، الرسكلة، أن نرسل مدربين إلى ألمانيا، إلى المدارس الكبيرة، إلى فرنسا، إلى إسبانيا، ولما لا، إسبانيا متقدمة كثيرا الآن خاصة في التدريب وأيضا في النتائج. يجب أن نلعب مباريات كثيرة، يجب أن يكون هناك احتكاك. وهنا أفتح قوس أيضا، لا أدري لماذا حتى في المغرب العربي لا نتعاون كثيرا، لا مثلا لماذا لا نلعب مباريات ودية بين المنتخبات المغاربية، المغرب، تونس، ليبيا، لماذا لا نلعب مباريات مع بعض تحضيرية لا تكلفنا كثيرا، ليس هناك سفر، ليس هناك عناء، ليس هناك أموال ستصرف. لماذا ألغينا أيضا بطولة المغرب العربي وأصبحت لها شمال إفريقيا؟ المغرب العربي أذكر عندما كنت صغيرا كانت مباريات كبيرة بين الجيش الملكي وشباب بلكور وأيضا النادي الإفريقي، كانت مباريات قمة وكنا نستفيد كثيرا. كان هناك منتخب يدعى منتخب المغرب العربي، أذكر الحارس علال وأذكر الألماس وأذكر أيضا لاعبين كبار من تونس كانوا يلعبون ضمن منتخب المغرب العربي، وكانوا يلتقون منتخبات كبيرة منها البرازيل. عمل كبير ينتظرنا خاصة في المغرب العربي. الأخضر بريش سابق برنامج الماتش الصحفي الجزائري من مدريد، شكرا لك الأخضر. إذا الجزائر الممثل الوحيد للمنطقة المغاربية والعربية في الملاعب الجنوب إفريقية بعد تحقيقها للتأهل على حساب المنتخب المصري، ويأتي هذا التأهل بعد مشوار جيد في التصفيات، بعد ما كان الهدف الأول للمدرب رابح سعدان التأهل لكأس إفريقيا. بدأ الحلم يكبر مع توالي المباريات بالتواجد بكأس العالم. مسار النخبة الجزائرية في التصفيات في تقرير الزميل نوفل العواملة. ارفعوا رؤوسكم فأنتم الأبطال، تسلقوا سلم المجد وأعيدوا التاريخ الذي مضى. لم يقل أحد بأنكم ستصلون إلى موقعة حاسمة في القاهرة أو الخرطوم، ولم يتنبأ أشد المتفائلين بأنكم ستمثلون العرب في جنوب إفريقيا، ولكنكم كذبتم التنبؤات وضمدتم الجراح لتكملوا المسيرة بنجاح. بواقعية بدأتم المشوار رفقة شيخ حكيم يدعى رابح سعدان، رحلتم إلى رواندا فعدتم بتعادل سلبي لم يؤثر في معنويات صيفي وبالحاج، ولأن الخضر يبدعون ويتألقون أينما حلوا وارتحلوا، كانت نقطة الفصل موقعة البليدة مع أحفاد الفراعنة. ثلاثية لا تنسى فتحت أبواب المونديال وأراحت الجماهير المتعطشة للإنجازات ومنذ زمن. من رأى الشوط الأول للقاء دخله الشك في قدرة المنتخب الجزائري على الفوز، ولكن في الشوط الثاني سرعان ما زأر رفاق زياني ليسجلوا مهرجانا من الأهداف ويحطموا معنويات أبناء شحاتة الذين قدموا لانتزاع صدارة المجموعة. الرجوع في النتيجة بالنسبة لم ينتهي مسلسل أبطال الجزائر عند هذه المحطة، بل تواصل. رحلة موفقة في أدغال زامبيا الطموحة تكللت بنصر جزائري آخر وبهدفين نظيفين ليتربع الخضر على صدارة المجموعة الثالثة، ويصبح الحلم بالتأهل للمونديال واقعا ملموسا لا يجادل فيه أحد. لم يرهب سعدان ورفاقه عودة مصر القوية من كأس القارات وفوز أبناء شحات على رواندا وبثلاثية نظيفة في القاهرة وبهدف نظيف خارج الديار، بل على العكس كان لقاء زامبيا في البليدة موعدا لتأكيد قوة الخضر وإصرارهم على الاستمرار في الزعامة مهما كان الثمن، وهذا ما حدث. جاءت زامبيا ورحلت بخسارة قاسية، والفضل لنجم النجوم العنيد رفيق صيفي. هنا وبعد هذا المجهود الجبار لأبناء سعدان حل 11 من أكتوبر، والكل انتظر تأهلا مبكرا للمنتخب الجزائري عبر بوابة رواندا. المكان كما العادة ملعب مصطفى شاكر بالبليدة، والحدث لم تتغير فصوله، فوز جزائري وب3 أهداف لهدف. فلحن الانتصار لابد أن يعزف، لأن كاتب السيناريو سعدان والأبطال من طينة غزال وبالحاج وزياني. ولكن لم تكتب لفرحة 11 من أكتوبر أن تكتمل، وأجلت لل14 من نوفمبر في موقعة اسمها القاهرة. هناك خرجت المباراة عن إطارها الكروي فبدأت قبل الأوان. المنتخب الذي قيل بأنه سيستقبل بالورود استقبل بالحجارة، ولكن من يقف في وجه الحلم الجزائري؟ الإجابة واحدة: لا أحد. ضمدت الجراح ودخل الخضر اللقاء باحثين عن التأهل وسط أفواج من الجماهير المصرية التي جاءت لتساند أحفاد الفراعنة، وبالفعل
آتى الضغط النفسي أكله، فكانت مباراة أعصاب بلا منازع ابتسمت نتيجتها لأصدقاء عماد متعب وعمرو زكي، ليتم اللجوء بعد ذلك إلى مباراة فاصلة، وأين؟ في الخرطوم.